تحدث عن المعطى الاقتصادي، لأن المعطى الاقتصادي جد مهم. أن أي مقاربة كما تحدث الرفيق تحدث يقول بأن وراء كل تنمية اقتصادية تنمية اجتماعية، فعندها هناك يكون هناك اختلال اقتصادي، تكون هناك كوارث وفوارق اجتماعية. وسافلة الضرعة كنعتبرها بأنها كانت خزان فلاحي في ستينات القرن الماضي، كانت خزان فلاحي، واليوم تعيش أصبحت خزان للكوارث الطبيعية والبيئية نظرا لإقامة سد المنصور الذهبي سنة 1976 اللي عطشها التراب وقضى عليها وقضى على نمط الحياة والعيش فيها، لا على نمط الترحال ديال الكسابة ولا الإنتاج الزراعي. هذا معطى. هناك الحزام الأمني. الحزام الأمني كيمنع الساكنة باش توصل الأراضي ديالها وكيفرضوا عليهم الرخصة. واحد الإنسان في طرابو خاصو يشد الرخصة باش يدخل لطرابو، يعني ما تلاقي يدي فلاح ما تلاقي يدو والو. وكنعطيو حنا الفلاحة خاصها واحد المتابعة كوتيديان يومية، يعني خص متابعة ديال هذه الأراضي الزراعية باش تعطينا شي غلة. هو السيد كيعطي الرخصة دابا فيها 3 شهور. اللهم إن هذا منكر. السيد ولد المنطقة ومعروف ابن عن جد، كيسكن هذيك المنطقة قبل كاع ما كانش بقرون كيسكن فيها وكان كيستغل هذا المجال، ويجي دابا اليوم يقول لك عطينا الرخصة ديال 3 شهور دخل هذه تصريح عند السلطة المحلية. هذا الشيء فيه مزايدات. هذا جانب، يعني هذا معطيين أساسيين أثروا على التنمية الاقتصادية في سافلة الضرعة وأدوا إلى حدوث كوارث في سافلة الضرعة. وهذه القبيلة تضررت بشكل رئيسي قبيلة دوبلاد اللي عندها أراضي في واد الضرعة أراضي جموع، وقبيلة إيتوسا كذلك عندها أراضي جموع في واد الضرعة، وقبيلة الأحسن في مصب واد الضرعة كاب الضرعة عندها تاي أراضي فلاحية تضررت من هذه الإقامة ديال هذا سد منصور الذهبي، لأن ما كانش دار واحد الرؤية استراتيجية. كنعرج على الموضوع ديال المداخلة ديال الطالب طيب السكان اللي جانا من إقليم أسزاك العزيز علينا وتناول لنا مقاربة جيوسياسية للموضوع. وإحنا نعرفوا مازال أن الجيوسياسية في المغرب لا زالت من الطابوهات بحال علم الاجتماع، يعني هذا الموضوع قليل ليست هناك فيه أبحاث كثيرة، لأن عندما نرتبط الجغرافيا بالسياسة يكون هناك دائما صراع على المجال الجغرافي. ونظرا لموقع سافلة الضرعة كموقع جيوستراتيجي في شرق المنطقة أعطى مجموعة من الإشكاليات على اعتبار بأن المنطقة منطقة حدودية، ورغم أن هذه المنطقة حدودية لأن عندها موارد طبيعية جدا مهمة. سافلة الضرعة توفر على حوضين كبيرين، حوض أم القردان وحوض الصاق، من هذه بسان من الأحواض الرسوبية الغنية بالثروات النفطية في هذه المنطقة. هذا جانب. أن سافلة الضرعة كتمتد على 600 كيلومتر، والصبيب والضرعة 24.3 متر مكعب في الثانية. باش يكون شي حل جانبي هذا المدى بالكسادين على السافلة، باش ما يكون شي قنوات ديال تصريف هذا المياه لهذه السافلة باش تستافد من واحد الناحية. ثم هناك جبل واركزيز اللي كيمتد بشكل موازي لواد الضرعة. ثم هناك المنخفض الكربوناتي ديال البطانة، وثم أحمد الضرعة. هذا جانب. بالنسبة للجانب السياسي بالدرجة الأولى، هذه منطقة حدودية، والحدود ما يحدث فيها إلى حدود البعاج، ومن البعاج إلى تيدوف ليست هناك حدود رسمية، فقط الحدود الموروثة على الاستعمار كيطرح إشكال ديال بأن كنشوفوا حنا دابا محاضر ديال المحكمة في بعض الأراضي كانت كتملك هذا بلاد كيقول لك أراضي جزائرية بحال شفت البقرة وتنقر فيها في محضر رسمي في محاكمة بالعيد والصبيعات، ومحمد بنود بوقدم كيقول لك هذه أراضي جزائرية، وهذه أراضي حنا عندها الرسوم ديالها لازمون. وحنا إلا كان التراجع عن هذه الأراضي لغاية في نفس يعقوب حنا خصنا نلقاو تفسير مبرر يكون واضح لنا حنا كقبائل في هذا الموضوع. هذا جانب. والباحث كان كيف تناول الموضوع من خلال تحدثوا عن رهانات التنمية في سافلة والضرعة، وأنا كنشكروا. تناول 3 مقاربات: المقاربة أو الرؤية الاستراتيجية لا فيزيون استراتيجيك، أي ضمان حقوق الأجيال القادمة لا جينيراسيون فيتشر، نضمنوا ديك الحقوق ديالنا، يعني ما نسلفوش الموارد نشوفوا حنا على صباع رجلينا، تكون عندنا ديك الرؤية الاستراتيجية ديال المدى البعيد ديال الاستدامة. ثم هناك الرؤية الثانية لابروش بارتيسيباتيف أو المقاربة التشاركية بمبادئ لا بون غوفيرونس الحكمة الجيدة، يعني إدارة يعني أمرهم شورى بينهم، المشاركة والمشاورة. وكيقول لنا مهاتما غاندي: شيء من أجلي وبدوني هو ضدي. أن
وأنت تخطط لي في غياب الساكنة المحلية، يعني هذا الشيء ضدي، وهذا كان كيعطي أخطاء. كتجي كتخطط لواحد الساكنة بلا ما تشتركها كتكون عندك النتائج عكسية، لأن ما كنعرفوش الحاجيات الآنية لهذه الساكنة المحلية ديال القبائل الثلاث. ثم إدارة القرى، وهذا كيدخل في عمق الإصلاحات الدستورية الجديدة ديال تقريب الإدارة من المواطن. وكنعرفوا حنا بأن هذه المناطق هناك اعتبار مجموعة من القبائل، حتى القبيلة تيتبع عمران عطاوها عملة سيدي إفني، إزرقين عطاوهم عملة طرفايا، دولة ما عندها حتى شي عمل كقبيلة، وقبيلة مجاهدة وشاركت في جيش التحرير وشاركت في الحرب ديال الصحراء وشاركت في تحديد الهوية. إلى يومنا هذا ما عندهمش شي عمل، وما عندهمش حتى منتخبين لا برلماني لا والو. هذا معطى. ثم هناك مطالب كعملة المحبس الشجيرية، الامتداد الترابي لقبيلة إيتوسا في اتجاه المناطق الشرقية. ثم مطالب قبيلة إتحسن بعملة رأس أمليل باعتبارها جزء من درع السفلى. وفي الأخير أشكر الحضور الكريم، وشكرا أعطي الكلمة درجة الجلسة لفتح مداخلة النقاش، وشكرا. بعد الاستماع إلى المداخلتين وتقديم خلاصة تركيبية حولهم، نفتح باب المداخلات. من له أي تساؤل فليتفضل مشكورا. حضر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكر الإخوة على العرض الشيق حقيقة. إنما أنا السؤال ديالي هو أنه في التاريخ ديال هذه القبائل، من أين أتت هذه القبائل؟ يعني أصل ديال هذه القبائل. شكرا للأخ، هذا السؤال وجيه، وكنشكرو على الجواب ديالو في إثارته لهذا السؤال. من أين أتت هذه القبائل؟ الأصل ديال هذه القبائل ماشي في الجزيرة العربية، ونحن نعرف أن تاريخيا السكان الأصليين للمغرب هو الأمازيغ. هذه مسلمة لا نقاش فيها ولا غبار عليها، على اعتبار بأن حتى الإمبراطورية الرومانية عندما كانت تحتل شمال إفريقيا كانت تعتبره خزانا للحبوب. وفي إطار التعامل مع إلى رجعنا شوي للوراء مذكرات من التراث المغربي الجزء الأول، كتشوفوا كيف تعايشت الإمبراطورية الرومانية مع الممالك الأمازيغية، مع يوبا الثاني، مع يوغرطا، وكيف كانت تعطي حق المواطنة الرومانية أو الرومنة لشيوخ القبائل أو الذين قدموا خدمة عسكرية للإمبراطورية الرومانية. والتاريخ حافل بهذه المعطيات. وأصل هذه القبائل العربية أتت في القرن الثاني عشر على حسب المعطيات التاريخية. بني معقل أو بني حسن أو بني هلال بالنسبة للمعاقلة أتوا في القرن الثاني عشر، دخلوا من السواحل الأطلنطية في إطار دخلوا من السواحل
الأطلنطية أو سهل الشاوية حاليا إلى غير ذلك، وقدموا واستقروا في هذه المناطق. ونظرا لقدومهم من مجال جاف ذلك الحالين، لأن كيقول لك الإنسان ابن بيئته كما كيقول